Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di sini, saudaraku sekalian yang ingin menyumbang melalui GIP seperti biasa, semua GIP yang saya dapat di malam ini kita sumbangkan semuanya untuk Mbak Nora tanpa mengurangi satu mawar pun. Insya Allah amanah. Masya Allah. Silakan bagi yang mau kirim lewat GIP bisa melalui saya. Alhamdulillah. Mbak Nyuma sedih dia, Mbak Nyuma, satu ayat suci Al-Quran buat dia, Mbak Nyuma. Dari tadi dia minta. ya Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sembari yang mau berinfak silakan ya, sambil kita membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, dan juga teman-teman yang mau nge-gip apa yang nggak ribut itu. Ikan hiu, harimau nggak seribut apa sih, kecil aja suaranya, ya kan ya. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
من قبلهم كذبوا بآياتنا فغازهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهزركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Allah. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Allahumma arhamna bil Quran. Bunda Rahma, ada yang minta nomor HP-nya Bun, bisa diumumkan kembali Bun. Ya, oh ada kah di bawah? Di YouTube. Oh di YouTube. 0895 plus 2890 plus 792. Udah ya. Oke. Ini masihku ini semua banyak nih yang masuk nih. Aku masih bentar kita sebutkan ya. Lanjut teman-teman. Jadi masya Allah ya, masya Allah suara gurunda. Jadi teman-teman silahkan ya. Api ini dulu Alpi. Aku lagi ini. Oh yang masuk nih. Alpi bernarasi dulu silahkan. Iya, untuk teman-teman yang tadi bertanya di kolom komentar surah apa sih yang dibaca guru kita ini, itu surah ketiga pada Al-Quran teman-teman, surah Ali Imran, keluarga Imran. Bang Zuma membacakan mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-37. Masya Allah luar biasa sekali. Alfi terus terang merinding nih Bang Da. Bagaimana teman-teman? Masya Allah. Alhamdulillah bergetar. Salah satu bukti keimanan umat muslim itu apabila dibacakan lafzul jalalah nama Allah maka bergetarlah hatinya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kalau dibawa dari pihak Kristen mau berdiskusi silakan dinaikkan. Tadi ada sih Bang, cuman udah kabur. Kepanasan orang itu. Kena ruqyah. Ya, sekali lagi untuk saudaraku yang ingin berdonasi melalui GIF untuk saudari kita, pejuang kita, Mu'alaf Nora Aritonang, bisa melalui GIF diamanahkan kepada saya. Insya Allah akan saya berikan kepada Mbak Nora Aritonang tanpa mengurangi satu mawar pun. Ya, ini sudah sering saya lakukan kalau ada open donasi. Insya Allah saya sering melakukan hal itu dan alhamdulillah tersampaikan semuanya tanpa dikurangi satu mawar pun ya. Silakan tetap semangat, mari kita selalu mendukung. Kita adalah satu tubuh, satu sakit, kita ikut merasakan sakit. Silakan, monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bang David ini pengen minta naik dari tadi. Ada apa Bang? Enggak, ini saya mau menyampaikan sama gurunda kita Bang Zuma. Kalau saya itu sering dengar orang ngaji, sering saya dengar di mana-mana. Tapi
dengar Bang Zuma ngaji saya sampai meneteskan air mata. Kenapa itu Bang Zuma? Itu aja yang saya. Masya Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tanda-tanda orang beriman itu adalah ketika mendengarkan kemudian asma Allah disebutkan, maka bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka, maka kemudian hati mereka itu memiliki kebesaran Allah di dalamnya. Nah, itulah simbol bagaimana Allah kemudian mewahyukan kalimat-kalimat rahmat. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wujud daripada kasih sayang Allah itu lantunan kalimatnya. Ketika Allah kemudian memberikan ancaman kepada orang-orang kafir, lantunan kalimatnya itu pun menyentuh hati orang-orang yang beriman. Nah, itulah cerminan kebenaran Al-Quran yang bisa diterima oleh hati kita, hati kalbu kita. Bayangkan kalau bacaan-bacaan ini kemudian ya di tempat yang sunyi, kita seorang diri mengingat kebesaran Allah, kemudian ayat suci Al-Quran menemani kita, maka orang beriman hatinya akan tersentuh. Sedekat itu kita dengan Allah, seperti dekatnya kuping kita dengan mendengarkan lantunan ayat-ayatnya. Seperti itu saudara. Terima kasih Gurunda. Makasih ya sahabatku. Dari tadi awal sampai akhir mendengarkan sendiri sampai nangis saya Gurunda. Terima kasih banyak Gurunda. Semoga Makasih semua di sini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Bang Juma sambil goyornya sih, saudara kita kalau tadi Bang Juma lagi melantungkan ayat suci Al-Quran dia nangis, makanya hindari sambil ngiris bawah.